انتِ لسه حاسة إنِّك ماشية على قشر بيض مع اللي حواليكِ وبتقولي هو أنا اللي مجنونة والّا هُم اللي جننوني؟ طاقتِك خلصت وضحكتِك انطفت وحاسة إنِّك بقيتِ ضحية لعنف ما حدش حاسّه غيرِك وأنتِ مش فاهمة ليه، يبقى الفيديو ده ليكِ. النهارده مش جاية أطبطب عليكِ وبس، أنا جاية أفوّقِك وأعرّفِك إنِّك لازم تُقفي على رجلِك، وإزاي تخلّي اللي بيستنزفِك يلِف حوالين نَفْسه. لو عاوزة تفوّقي نَفْسِك وتطلّعي الضحكة اللي اختفت جواكِ، اسمعي الفيديو للآخر، لإن حياتِك من النهارده ملكِك أنتِ وبس. اشتركي في القناة وادخلي عيلتِك الطيبة اللي هتخلّيكِ تحبّي حياتِك. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعرفيها ليه الشخصيات السامة أو النرجسيين بيختاروكي انتي بالذات، عشان انتي جدعة. اه والله زي ما بقولك كده، الناس دي بتحب الست الجدعة اللي بتشيل مسؤولية من غير حساب عشان يلاقوا حد يرموا عليه بلاويهم ويستحمل. عشان حنينة بيستغلوا ده وعارفين انك هتسامحي مرة وعشرة وألف، وعلشان انتي مراية ليهم. النرجسيين أو الشخصيات السامة فاضيين من جوه وضلمة، فبيدوروا على حد منور وليه قيمة عشان يسحبوا النور ده لنفسه. اوعي تكوني فاكرة اني بقولك كلام وخلاص، صدقيني انا بكلمك بعد مرور شخصيات سامة في حياتي، خلتني لما اعملك فيديو زي ده اقولك وبصوت عالي فوقي قبل ما تدمري نفسك ويسحبوا كل طاقتك. الناس دي مش بيروحوا لحد ضعيف، هم عاوزين القوية عشان لما يقدروا يكسروها يحسوا بانتصارهم. في كل تعاملك معاهم هتحسي انهم بيشككوكي في نفسك وفي عقلك وفي قيمتك وفي حقك في الوجود اصلا. لو فكرتي انك غلطانة يبقى ده اول ظلم لنفسك. تعالي بقى استلمي مني كتالوج التعامل مع وحوش العصر الحديث. مش هكلمك عن الاختفاء او الصمت الضعيف، النهارده هنبني درع محدش يخترقك منه، وازاي تخلي نفسك قلعة محصنة ما يقدروش يقربوا حتى من سورها. استعدي معايا لاني متأكدة لو فوقتي حياتك بعد الفيديو ده هتكون غير قبل خالص. عارفة لما تسألي نفسك وتقولي هو انا ليه كل تعاملاتي بتبقى مع ناس مؤذية وسامة؟ تعالي هقولك، النرجسي او الشخص السام بينجذب ليكي لانه عاوز حد يغذي مشاعره، وانتي بقلبك وبعطائك بتبقي ليهم بوفيه مفتوح. تاني حاجة غياب الحدود، الشخصيات دي بتفضل في تعاملها معاكي تختبر حدودك بطلبات صغيرة، فلو قلتي لأ انتي كده بتجننيهم وتخليهم هيموتوا عشان يشيلوا الحدود دي بأي شكل. تالت حاجة بتخليهم ينجذبوا ليكي روح المنقذ اللي جواكي، رغبتك في انك تقفي جنبهم وتساعديهم في إصلاح حياتهم، ده بيخليكي فريسة سهلة للي بيعيش دور الضحية وهو أصلا الجلاد. طب ازاي بقى بيتلاعبوا بيكي وبمشاعرك وبحياتك؟ ألاعيب الثعلب ازاي بيجننوكي؟ تعالي بقى نفضح الحركات اللي بيعملوها فيكي. أول حاجة، انتي حساسة زيادة عن اللزوم. اه والله زي ما بقولك كده، لما يغلطوا فيكي وتزعلي يقلبوا عليكي الترابيزة ويقولولك انتي نكدية وبتاخدي كل حاجة على أعصابك. بصي أنا كلامي النهاردة للشخصيات السامة والنرجسية عشان حبايبي اللي كتبولي كومنتات كتير على التعامل معاهم، فده هيكون أول فيديو أكيد مش هيشمل كل حاجة. عشان كده بقولك فعلي الجرس علشان تتابعي الفيديوهات الجاية وبإذن الله ترجعي لروحك اللي انطفت. اتنين، محدش هيحبك غيري. ياه يا سلام على الحنية، يا سلام على الإنسانية. بيحاولوا يقفلوا عليكي كل الأبواب، يبعدوكي عن أي حد بتحبيه عشان يبان هو المنقذ الوحيد. تالت حاجة من ألعابهم معاكي رمي الكلام أو بالبلدي كده التلقيح، يرمي كلمة تسم بدنك ويقولك أنا بهزر معاكي، انتي اللي مبقيتيش تقبلي الهزار، فعلا أنا اللي وحشة. رابع حاجة الصمت العقابي، سامعاكي والله وانتي بتقولي هو ده. الشخص النرجسي أو السام كل ما هتطلبي حقك أو تدافعي عنه هيبدأ يخصمك أسابيع شهور، أحيانا الجحود بيوصلهم لسنين، على اعتقاد منه إنه يكسر نفسك وتروحي تترجيه عشان يكلمك. خامس حاجة تسليس العلاقات، والنقطة دي مهمة جدا. يعني إيه؟ يروحوا يدوروا على طرف تالت حتى لو مش بيقبلوه وكانوا بيتكلموا عليه بأسوأ كلام ويصاحبوه، أهو أي حاجة يضايقك بيها والسلام. واوعي تقعي في الفخ ده، اصحي لا يغفلوكي. تعاليلي بقى للحتة اللي هتخليكي تعرفيهم أكتر، وخلينا نقول عليها كتالوج الألعاب الخفية. ازاي تقريهم من نظرة عينيهم قبل ما ينطقوا؟ بصي بقى يا ست الكل، تعالي نكشف المستور
اللي هي النيات. الشخص السام ده فنان في إنه يخليكي انت اللي تطلعي غلطانة في الآخر. حركات السم في العسل، المدح المسموم. تلاقيه يقولك الأكل حلو بس لو كان الملح قليل شوية كان زمانه بقى زي أكل أمي. هو هنا ما عملش خناقة، هو قرصك قرصة خفيفة عشان يحسسك بالتأثير. وخدي على دي بقى أمثلة كتير، زي مثلا تيجي واحدة تقول لأختها الطقم شيك قوي بس كان عاوزك تخسي شوية، يلا المهم انك مرتاحة فيه. بس خلي بالك الناس بتركز على التفاصيل. بصي الحركة الثعبانية، هي مدحت في الطقم بس في نفس الوقت خلتها طول القعدة مش شاغلة بالها غير بجسمها ونسيت فرحتها بالطقم الجديد. ويصعب عليا ان اقولك ان حركات السم في العسل دي اكترها تخصص العيلة والقرايب، بس هي دي الحقيقة. لان الكلمة اللي بتيجي من حد غالي بتدخل القلب وبتكويه، والشخصيات اللي زي دي لما تكون قريبة منك هيكون اقوى رد عليهم واقصر رد شكرا على نصيحتك بس انا عاجبني كده وراضيه بيه، او الحمد لله ده رزق وتوفيق من ربنا وانا مش متضايقه، عشان تقطعي عليهم اي سكه للنقد. طب ايه العلامات اللي بتاكد لك ان الشخص ده مؤذي وسام؟ أول حاجة الشخصيات اللي بتهتم بالمظهر، تلاقيهم في بيوتهم ومع عيالهم وأهلهم أسوأ معاملة وبخل حتى في المشاعر. بس أهم حاجة عندهم واللي بيعتمدوا عليها المظهر الخارجي، أهم حاجة الشكل قدام الناس، وياخدوا الدين هدف ووسيلة للضحك على الناس اللي مش عارفين نواياهم الخبيثة. لا ده كمان تلاقيهم ظلمة وموقعين الدنيا كلها في بعضها ومشعللين الفتنة في البيت والعيلة. والأقوى بقى إن في بيعملوا كده مع ولادهم، لأن الشخصيات دي أنانية يا جماعة، بيبقى أهم حاجة نفسهم، وبعد كل ده بيكونوا واخدين الدين ستارة بقال الله وقال الرسول وصوامين وقوامين، وتلاقيهم لافين كده سبح حوالين إيديهم. وطبعا كل ده على راسنا من فوق، ولكن ما يتخدش مجرد وش نلبسوه عشان نقنع الناس إننا صح. ما هو لما نكون بنتكلم بالدين وقال الله وقال الرسول بس عشان الناس تقتنع لما نتكلم على فلان ويصدقونا احنا ونكره الناس في بعض، ده اكبر حرام. بس ما تقلقوش، انا جايه اقولك احتسبي، مفيش حاجه بتروح عند ربنا، هو بيسمع وبيشهد وبيشوف وعارف حتى النوايا. عند ربنا مفيش تزوير ولا واسطه ولا مصالح ولا محسوبيه، والحكم هيبقى بالعدل وما كان ربك نسيا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن دول بيكونوا كويسين بره ومع أهل بيتهم ما يتعشروش 3 دقايق على بعض. فلما يجي يعمل كل المظاهر دي ويفرش فرشة الحنية تلاقي الناس بقى بتقول لا دول ناس كويسين وطيبين ويا عيني ما يعرفوش إن دي عدة الشغل، وهو ممكن يكون آكل حقوق وحد مش عارف ينام من ظلمه ليه وقهرته، ومضيعين عيالهم وسايبينهم ومدمرين نفسيتهم. والدين بتاعنا بقى بيقول إيه؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. فبصي تلاقيهم بيعملوا حاجات الدين المظهر لكن المعاملة عندهم صفر، مع إن الدين المعاملة صفر مع أهل بيتهم لكن مع الناس 10 على 10. والحقيقة الناس دي بتكون ابتلاء كبير، بس الأهم من الابتلاء التعافي. ما احنا مش هنضيع عمرنا كله في الندب وإننا نفضل نشرح قد إيه هم أذونا ودمروا نفسيتنا وظلمونا، وهم مش هيتغيروا لأنهم مقتنعين بعملهم وإنهم هم اللي كويسين. عارفة اللي بيكذب الكذبة وبيصدقها؟ أهم حاجة ما تقعيش في فخ إنهم يضحكوا عليكي ويرجعوكي لنقطة الصفر تاني وإنتي ماشية في طريق التعافي. أهم حاجة علشان ما نخلطش الأمور ببعضها، أنا هنا بتكلم عن الشخصيات السامة المؤذية النرجسيين اللي بيتكلموا بربنا عشان يقنعوا الناس بأذاهم لغيرهم وفي نفس الوقت هم ما يظهروش إنهم وحشين، عشان بس ما لاقيش في الكومنتات خلط للأمور. هديكي مثال بسيط قوي وهتلاقيه دلوقتي في معظم بيوتنا. في ستات كتير قوي يجي عليها رمضان تقولك انا ختمت القرآن 6 مرات. طب يا ستي جمعتي عيالك وألفتي قلوبهم على بعض؟ تقولك لا انا بجيب فلان بس ماليش دعوة بالتانيين، انا منعاهم يدخلوا بيتي ولا بقبل منهم سلام. وتلاقيهم كل مصيبتهم انهم بيحاولوا يحموا نفسهم من اذاهم. يا سلام بقى على الختمة. طب ما تعرفوش في الدين ان الكبير بيعطف على الصغير عشان الصغير يحترم الكبير؟ لا احنا ما نعرفش غير اللي بيخدم مصلحتنا، هو دول اللي انا بتكلم عليهم. هم دول الناس برضو اللي بيمسكوا نغمة العقوق وصلة الرحم وما يعرفوش ان الحنية اللي بتتزرع بتتحصد معاملة طيبة. ما يعرفوش ان كلنا هنتحاسب، اولاد وابهات وامهات وازواج وزوجات، وكل واحد ظلم حتى لو اب وام او زوج او زوجة او اولاد، اللي ظلم هيتحاسب على ظلمه، لان ظلم العباد ده اكبر حاجة عند ربنا.
يعني ما ينفعش تكون أم وتظلم وتقول لأ هي برضه لازم تبرّني، طب ما أنتِ برضه برّيها، زي ما هي هتتحاسب على برّها ليكِ أو هو هيتحاسب على بِرّه ليكِ، أنتِ كمان هتتحاسبي على بِرِّك ليه. ودلوقتي بقى جِه وقت الجد، إزاي نتعافى منهم، إزاي تبعدي نَفْسِك عن السِم ده. أول حاجة بطّلي تبرّري، لو عملتِ حاجة صح مش لازم تشرحي ليه، كلمة ده قراري كفاية جدًا. تاني حاجة اتبعي أسلوب الحجر الرمادي، لما الشخص السام يحاول يستفزك خليكي باردة ولا تعيطي ولا تنهاري، خليه هو اللي يخبط راسه في الحيط وما يلاقيش منك أي رد فعل هو متوقعه، مهما تشقلب قدامك من حركات كيد أو استفزاز ولا كأنه موجود أهوى. ما تديش أي وقود لمشاعرك لأنهم بيستمدوا طاقتهم لما بيهدروا طاقتك انتي. تالت حاجة فك الارتباط المرضي، بلاش تستني وتعشمي نفسك بكلمة حلوة من الشخصيات دي، دول تخافي منهم أصلا لو قالوا كلمة حلوة، ولا تستني منهم اعتراف بالغلط، مستحيل يعتذروا. الأولى اعتذري انتي لنفسك وفوقي والحقي اللي باقي من مشاعرك وقلبك. رابع حاجة بناء نظام دعم، حاولي ترجعي علاقاتك اللي الشخصيات السامة دي بوظتها. أنا متأكدة إن كل واحدة دلوقتي بتسمعني وتعاملت مع الشخصيات دي دمروا لهم علاقاتهم باللي حواليهم، لأنهم بيتعاملوا بمبدأ فرق تسد عشان يستحوذوا عليكي، وفي الآخر ممكن تلاقيهم بعد ما وقعوا بينك وبين فلان هم اللي راحوا كلموه. حطي في خطتك انك تدوري على اللي كان كويس معاكي وتبدأي تصلحي العلاقة. ولو الشخص السام ده زوجك حاولي تشغلي نفسك بأي حاجة، شغل، هواية، وقتك مع ولادك، ابني العالم الخاص بيكي، ما توقفيش حياتك عليه عشان ما تعيشيش عمرك كله متدمرة. زي ما قلتلك ولا بيعترفوا بالغلط ولا بيعتذروا، الوقاية خير من العلاج، في حاجات مهما حاولنا نعالجها ما بيبقاش بفايدة، يبقى احنا نحمي نفسنا ونحمي حدودنا. وخلي بالك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني ما ينفعش تبقي عارفة ان الشخصية دي سامة وتروحي تفتحي لها الحدود بتاعتك تاني، مهما فرشولكم حنية ومهما عطوكوا الأمان صدقوني الضربة بتبقى أقوى من الضربة الأولى. كلمة لأ هي الدرع الواقي بتاعك، اللي يزعل من كلمة لأ لما تكوني تعبانة يبقى شخص مش بيحبك، ده بيحب خدمتك ليه. الحدود اوعي تفرطي فيها، الشخص السوي هيحترم حدودك، الشخص السام هيحاول استعطافك ويلعب على حتة الحنية اللي جواكي عشان تغيري رأيك وتفتحي حدودك. آخر حاجة عايزة أقولها لك، ثقي في إحساسك، لو قلبك مقبوض من حد يبقى عندك حق، رادارك عمره ما هيغلط، اللي القلب بيحس بيه أقوى بكتير من اللي العين بتشوفه. ودايما خليكي فاكرة كل ما تستثمري في ثقتك بنفسك وتعلي قيمتك الشخصيات السامة مش هتعرف تقرب منك، لأنهم مش بيعرفوا يقربوا من شخص عارف قيمة نفسه كويس، لأن ألعابهم مش بتنجح. يا ست الستات يا أميرتي الغالية، العمر واحد ومحدش يستاهل تضيعي صحتك وأعصابك عشانه، انتي مش خدامة لمزاج حد ولا كيس رمل حد يفرغ فيه غضبه، انتي الجوهرة اللي هم مش عارفين قيمتها، فحاولوا يطفوا لمعانها عشان ما يحسوش بضلمتهم. وانتي قدامك حلين، يا اما تعيشي اللي باقي من عمرك هانم ومقدرة قيمة نفسك، يا اما تفضلي عايشة ضحية لناس مش شايفة غير نفسها وأنانيتها. أنا واثقة فيكي، واثقة إن كل واحدة معايا النهاردة هي أقوى بكتير ما هي نفسها فاكرة. قومي يلا اغسلي وشك وبصي في المراية وابدأي من اللحظة دي إنك توقفي استنزافك. مستنياكم في التعليقات تكتبيلي أنا قوية وهبدأ من جديد. استنوني في فيديوهات جاية أقوى وأقرب لقلوبنا، وسلام.